الجهة أو لتلك الجهة. حين يقال أن كل ما في الحياة بما فيه الفن أحد أهم تجلياته، إن لم يتجدد يتراجع ويتلاشى وقد يموت، تستحضر الحركات الحداثية وفق هذا الافتراض مشروعيتها، وهي مشروعية سواء اتفق عليها أو لم يتفق. في الأغنية الرائجة قد لا يمكن الحديث إلا عن ظاهرة اكتسحت الشارع خاصة لدى جيل الشباب، وسحبت أو يكاد البساطة من المهرجانات التقليدية السائدة. ظاهرة أغنية الراب، ما لها وما عليها، من خلال رصد تجربة نجاح وانتشار وشهرة لأحد نجومها ضيف هذه الحلقة، الفنان الكردي السوري شريف أومري. أهلا بكم مشاهدينا ومرحبا في هذه الحلقة الجديدة التي تأتيكم من مدينة دورتموند بألمانيا. أستاذ شريف، مرحبا بك وأهلا بك ضيفي على هذه الحلقة. بداية، وأنت منذ سنوات طويلة تغني الراب، ولكن السؤال الذي ربما قد يتبادر إلى أذهان الكثيرين من متابعيك، من جمهورك، من محبيك، ما كل هذا الضجيج، خاصة وأن يعني هناك الملايين ممن يتابعوك خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي. هناك ما أشبه بضجة بين مد وجزر، مد من معجبيك ومحبيك وجمهورك، وجزر ربما من أنصار ومدافعي والمدافعين عن الأغنية التقليدية التي تختلف أو تكاد كليا عن أغنية الراب. طبعا أستاذ كريم، تحياتي لك ولطاقم التصوير، وإلي شرف إني اليوم ضيفكم. راح أحاول أحكي عن حالي بشكل مختصر. تفضل. وبعدها راح فوت بموضوع الراب. أنا شريف أومري، من روج آفا قامشلو. صار لي 8 سنين بألمانيا. أوكي. مغني ورابر كردي، أغني بعدة لغات، كردية، عربية، وطبعا شوي ألماني، شوي إسباني، شوي تركي. موضوع الراب موضوع كتير معقد. راح أحاول أختصر كرمال ما أعمل الحلقة يعني ما أحط بالحلقة شيء ملل يعني. أوكي، تفضل. الراب هو كتعريف الراب هو فن أو أداء إلقاء الكلمات بشكل متسارع، بشكل يليق ويتوازن مع الإيقاع. طيب، أنا أيضا سآتي إلى هذه النقطة تماما، وهي نقطة مثيرة للكثير من التساؤلات حقيقة يعني. وهذا السؤال يتبادر إلى أذهان الكثيرين يعني، خاصة إذا ما تحدثنا عن الفرق ما بين الراب والأغاني التقليدية الأخرى، الألوان الأخرى. لكن بدي أرجع على سؤالي.
أنت محاط بشيء من الضجيج، ما طبيعة هذه الضجة التي حولك شريف أومري؟ أستاذ، الضجيج اللي أنا فيه صدقني مو هي، ما بتنطبق عليه مقولة خالف فتعرف. خالف فتعرف هي عبارة عن شيء، أنك تعمل شيء يكون مخالف لعادات وتقاليد ومعايير المجتمع. لا أنت خالفت يعني الأغنية التقليدية من خلال الراب. نعم، أنا غنيت بستايل ممكن ما يشبه الستايل الشرقي، ستايل اللي نحن كشعوب الشرق الأوسط اللي أدانينا متعود عليها. بس أنا حاولت أغني بالراب بالطريقة اللي تناسب الأذان، تناسب المجتمع الكردي، المجتمع الشرق الأوسط. فحاولت أغني راب بطريقة تليق بالفن الكردي وتليق بالمجتمع الكردي. فمثلا كل الأغاني تبعي لما تتسمع عليها فيها آلات كردية، فيها بصمة كردية، بصمة شرقية فينا نقولها بشكل عام. أوكي. أنا ما قلدت التقليد الأعمى، ما عندي هالشي. حاولت قدر الإمكان أني أعمل شيء يكون قريب من الشارع وقريب من الوجع الشارع، معاناة الشارع، وجع الشارع. حلو، جميل. الراب ما له حدود. هلا أنت إذا بدك تيجي على مضمون الراب هو عبارة عن شيء لا حدود له. فيك بالراب تستطيع في قصيدة الراب أن تقوم بالقذف، بالسب، بالشتم، بكل شيء. سأتي إلى ذلك أيضا، لكن طبعا هذه بس أنا هناك ما الكثير من طرقت ليك شغلة. يعني أنت شريف أومري، لكن تعرف في الوسط الفني وفي وسط يعني متابعيك وجمهورك بأنك شريفه. هل اختصار الاسم وتبسيط الاسم يعني يعد بمثابة أحد إكسسوارات مغني الراب مثلا، بلكنة شبابية، بحيث أنك تهدم وتزيل من خلال هذا التبسيط الحاجز الذي يفصل بينك وبين جمهورك ومحبيك مثلا؟ طبعا يعني على كلمة شريفه اجت باختصار. شريفه هي كلمة اجتني بشكل عفوي. نعم. ليش؟ الجمهور بلشوا ينادوني شريفه شريفه شريفه. هلا أنا اسمي شريف أومري. طيب. بس الناس حبت تناديني شريفه 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 شريفه. طبعا هذا شيء مو تقليل لقيمة الإنسان من الناحية الفنية. عندنا يعني في عندنا هالعادة، مثلا اسم الواحد كريم بنقول له كريمو، اسم الواحد هافال بنقول له هافالو. بس أنا اسمي شريفه زائد حرف 02 702 702. هاي قصة طويلة جدا. طيب. فيني أحكيها بعدين. يعني فيني أعمل اسمي كريمو مثلا يعني؟ إيه؟ ممكن يعني بالراب. بس بالراب. ولكن واحد ما بيعرفك ويجي يقول لك كريمو ممكن تزعل، لأنه هي عبارة أتوقع هي أنت فيك تحكي لواحد بيعرفك، بس لو واحد ما بتعرفه ممكن ما تكون حلوة. يعني هذا شكل من أشكال التقليعات الأخيرة اللي راجت حقيقة، يعني حتى في الأوساط الفنية الأخرى مثلا، يعني صح. في الفن والموسيقى بشكل عام يعني. لكن يعني تغيير الاسم من اسم وكنية كما هو مفهوم في الذهنية الشرقية مثلا، بأن هناك يعني رزانة وهناك بروتوكولية شيء في الاسم، وبالتالي التخلي عن الاسم الكامل شريف أومري مثلا إلى شريفه، هل هو أيضا شكل من أشكال رفض السائد، شكل من أشكال التمرد على السائد، بحيث أنك تقلب الأشياء رأسا على عقب هكذا ببساطة يعني بدون طبعا تكلفة؟ طبعا في كثير فنانين سووا أسمائهم إلى أسماء أناس ماتوا ظلما أو أشخاص قدموا شيء للإنسانية. هي عبارة عن رسالة، أنت بدك تقدم رسالة. ممكن واحد يعمل حاله المسجون، ممكن واحد يعمل حاله المتمرد. في كتير ناس سموا حالهم بأسماء هيك، يعني في كتير فنانين يعني سواء كانوا أجانب أو عرب أو أكراد. وهنا يعني أذكر مغني راب تونسي لقب نفسه بالجنرال،
وهو لعب دورا كبيرا يعني حتى في اسقاط نظام زين العابدين بن علي الرئيس التونسي. في دائما اللقب له دور. وحتى بقصيدة الراب، الراب هو عبارة عن تمرد عن الواقع. أنت بدك تتمرد. بقصيدة الراب مثل ما قلت ما في إلها حدود، أنت فيك تغني الشيء اللي بدك إياه، تغني عن معاناة الشارع. بالنسبة للأغنية العادية كفرق، وبنجي على سؤالك كفرق، الأغنية العادية أنت ملتزم فيها. قصيدة عن الحب، الفنان ملزم أنه يكون أنه يغني بنفس القافية وبنفس الموضوع وما يطلع منها. ولكن موضوع الراب مو هيك. كيف؟ موضوع الراب كيف؟ أنا كاتب غنية راح أغنيها. إجا الصبح وإجت الكآبة مثل العادة، عم بعيش بهالبلد وما عم شوف السعادة. الورقة وقلم بإيدي وما بعرف شو بدي أقول، بدي أحكي من بدالك بدون إعادة. بسجن كتير كبير خبونا بهالدنيا، شو بصير ما بيصير ما حدا هامه من نحن. مبسوط ولا فرحان مين بيعرف كيفك أنت. صرت فيلم كوميدي مسخرة ونكتة. بدك تشكي لمين؟ بدك تحكي عن مين؟ خبرني اليوم مين ودعت ومين قتل مين. لا تحكي لي عن غلاء الأسعار والتموين، لا تحكي لي عن الكهرباء والتقنين. خبرني اليوم مين هرب ومين قتل مين. يعني الملاحظ أنه أنت هنا تعيش في ألمانيا، ولكن تتحدث عن هموم الشارع في سوريا ربما، وفي شمال شرق سوريا، وفي العراق، وفي المنطقة ككل. يعني ما سر هذا التواصل بينك هنا؟ يعني أنت جسديا هنا، لكن ما تقوله في هذه القصيدة هي تماما تعبير عن المواطن، عن حالة المواطن في المنطقة، منطقة الشرق الأوسط. الوجع واحد أستاذ كريم. لنكن واقعيين وصريحين. تماما. كل بلدان الشرق الأوسط يعانون من الجوع والظلم. إذا مو أغلبية 90%. هنالك ظلم واستبداد وفقر وجوع. فأنا كشخص كفنان حاولت أحكي عن معاناة الشارع، حاولت وصل صوتي وصل صوت هالعالم للدنيا كلها. الشغلات اللي عم بتصير عنا، الجوع، الظلم. فلما عم بجي بكتب قصيدة وعم بحكي شيء بتحسها انه عم بحكي عن مواطن عراقي، عم بحكي عن مواطن ليبي او مواطن تونسي او مواطن سوري او مواطن كردي، لانه الوجع واحد. تمام. طيب، يعني هذه القصيدة اللي سمعناها منك، ممكن هيك تعملنا دندنة باللحن اللي عطيت للقصيدة مثلا شوي هيك ولو مقطع؟ ضايعين بهالدنيا ما في حدا يهتم فينا، كل واحد اكل همه والدنيا عم تنسينا. بدك تشكي لمين وتحكي عن مآسينا، بدنا نحكي الرواية وانتو احكموا علينا. طبعا هذا إيقاع الراب، ولا يمكن أن يكتمل هذا الإيقاع إلا من خلال يعني الموسيقى طبعا، وإدخال الإكسسوارات الفنية الأخرى ككل. يعني طبعا الراب بتعتمد على الموسيقى. الراب هو فوكال تكنيك، أداء صوتي. الراب هو عبارة عن الراب أو ريمينج، معناها ريتم أند بويتري، يعني شعر إيقاع وشعر، إيقاع وقصيدة. فالكل مترابطين مع بعض، وكل شيء يعني كل طرف بيكمل الثاني. يعني ما سبب يعني انتشار هذا النوع أو هذا اللون من الغناء المستحدث، يعني خاصة في أوساط الشباب، بحيث أنه الشباب لم يعد يسمعوا يعني بشكل أو بآخر، زاد أو نقص، الأغنية التقليدية الحالمة الرومانسية والطويلة أحيانا. يعني أنتم من خلال أغنية الراب أحدثتم ما أشبه بطفرة من حيث الإيقاع، من حيث المضمون، من حيث المباشرة، وأنت تتحدث مع مشاهدك أو مع مستمعيك بطريقة مباشرة، وفيها أحيانا شيء من الاستفزاز، الوجع، المعاناة. الغنية لما بتبلش، أنا كشخص كمستمع لما عم بتسمع أغنية عم تحكي عن وجعي وواقعي بدون لف ودوران، أو بدون شيء اسمه إنه واحد يخبي الحقيقة، يغلفها بجمل أو إلى آخر. فالناس ما عاد تحب هالشيء. يعني أنتم مباشرون
فورا ديريكت. بدون مواربة، بدون مجازات، بدون تشابيه، بدون مباشرة تتعاملون مع ما هو واقعي وما هو يمس حياة البشر أو الناس بشكل عام، يعني في الشارع أينما كانوا. فأنا لما بجي بكتب قصيدة، في عندي غنية اسمها الرسالة، ففورا بفوت يا أيها الرئيس يا ولي العهد والوزير، فلقد قررنا اليوم أن نقوم بالتغيير، فنحن شعب أهلكنا الجوع والعنصرية، كردي لا لغة لا مدرسة لا هوية. ما حدا بيعترف فيني، ما حدا بيتقبل لغتي بس. أنا بس عندي بس مطلب واحد، بس خلوني أحكي باللغة الكردية، ما بدي شيء، ممنوع. ففورا بفوت. الفنان عادي ما بيقدر يقول هيك، مستحيل. فنان شخص عادي يغني أغاني عادية ما يقدر يقول هيك. فورا خطاب إلى الرئيس يا ولي العهد والوزير، فلقد قررنا اليوم أن نقوم بالتغيير. هي غنيتي اسمها الرسالة، موجودة طبعا. الراب هو فورا ديريكت، ما في أو جمل أو مجاملة، ما في، فورا بدك توصل رسالتك. هو شكل من الحالات الصدامية، خليني أقول، يعني تمرد مع الواقع، مع ظروف الواقع، مع السلطات الحاكمة كما قلت يعني. طبعا. صدقني كل شخص يغني أو يقوم بأداء الراب هو شخص موجوع من الداخل. فأنا كشخص شفت المعاناة، شفت الفقر، شفت الجوع، شفت الظلم. فلما اجيت وبلشت بالراب ووصلت صوتي للناس وصوت الناس للعالم وللبراء، يعني للخارج، فأنا قدرت إني أوصل لمشاعر الناس، أوصل لداخل الناس، وهذا شيء كتير صعب. أنت لازم تعاني لتقدر توصل للمعاناة. شخص عايش برفاهية وما شايف شيء ويجي يحكي عن معاناتك، مستحيل. فأنا شفت، ولهيك لما اجيت وكتبت وغنيت قدرت اوصل للعالم. وكل هالمحبه، اذا سواء من تركيا متابعيني يعني منوعين، يعني كرمال تكون بالصوره مو بس اكراد، مو بس عرب واتراك، اجانب، المان، يعني في كثير شريحه يعني عم بتتابع، يعني خصوصي كمان انا جاي على المانيا وفي عندي كلمات، يعني عم بعمل اغاني ميكس، يعني شوي كلمات اسبانيه، كلمات ايطاليه هيك. فالناس بتتقبل لشيء، بتتسمع. يعني بهالشكل التعدد اللغوي في نص الأغنية تعطيك صفة عالمية، بمعنى يعني طبعاً. أنت معني بكل المجتمعات حول العالم يعني طبعا. بالتالي يعني الكلمات العادية التي تستخدم في أغنية الراب هي كلمات عادية بسيطة مباشرة، ولا فيها أي يعني لا تحتاج إلى أي جهد لاستيعاب الفكرة مباشرة. لكن في المقابل أستاذ شريف، يعني البعض من مغني الراب يستخدمون بعض الكلمات التي تعرف بأنها كلمات ربما سوقية أو هي شتائم إلى حد ما. وبالتالي السؤال أنه هل تسويق أو استعمال هذه الكلمات في الراب هل هي واقعية تماما ينسجم مع الواقع وما يجب يعني الرد على الواقع من خلال هذه الكلمات الشتائم مثلا، أم هي فعلا أنه هي كلمات بذيئة وهي إدخال على الراب بشكل أو بآخر؟ هلا بشكل عام كل فنان له ستايل خاص فيه، وكل شخص مسؤول عن نفسه. أنا كشخص ما بستعمل هيك شغلات. ليش؟ لأنه في أطفال عم بيتابعوني، ونحن كشعب الشرق الأوسط في عنا عادات وتقاليد. فيني أعبر عن شيء مثلا، في حد أنا شايف، أنا فهمت منك فورا شو حكيت. أنا شفت كتير أغاني فيها سب يعني سب بذيء. أنا ضد هالشيء، لأنه هي ثقافة التقليد الأعمى للغرب، وأنا ضد هالشيء. أوكي، الراب هو نمط أمريكي بلش بالسبعينات، اشتهر عالميا بالتسعينات. كانت تقام حفلات صغيرة وكانت عبارة عن فري ستايل، وبيغنوا يعني ايش ما يجي على تمهم بيقولوا. بس أنا بشوف هذا الشيء كتير خطير، لأنه في ناس وفي أطفال عم بتتابعنا،
ومفروض كل واحد رابر يغني أغاني تنسجم مع الواقع ومع المجتمع. طبعا يعني كما قلت يعني ان الراب انتشر من امريكا طبعا، وخاصة من احياء المهاجرين، الاقليات المهاجرة في امريكا في الولايات المتحدة، ومن في ثم نيويورك. انتقلت الى اوروبا، ومن ثم الى العالم العربي، ومن ثم هناك اليوم الراب الكردي والى اخره، والتركي الى اخر ما هنالك. لكن يعني البعض يعتقد بان يعني البعض يحاول ان يعطي مبررات لاغنيه الراب ولغه الشتائم في هذا اللون، بانه لغه الخطابات الدبلوماسيه والرجاءات والتوسلات لم تجدي نفعا بالنسبه لهؤلاء المهاجرين، على الاقل في الولايات المتحده مثلا او في بلد اخر، لاصلاح اوضاعهم وأن يعيشوا بكرامة، يعني أجل أن يعيشوا بكرامة. وبالتالي هناك من يبرر إدخال هذه الشتائم البذيئة في أغنية الراب يعني كشكل من أشكال التمرد المباشر. ما بعرف شو رأيك يعني؟ أنا رأيي أنه هل يستطيع أحد ما أو شخص ما أن يعالج الخطأ بالخطأ؟ أنا ضد هالشيء صراحة. هلا بكل الثورات، بكل الشعوب، بكل الثقافات في ظلم، بكل الدول في ظلم، في اختراقات بشكل عام، يعني ما في عدالة مطلقة، خلينا نكون واقعيين. فأنا إذا أنا اليوم كفنان كرابر كردي أجي بدي أحكي عن معاناة شعبي، معقول أجي أسب مثلا؟ طبعا في ظلم، بس بهالشغلة بالعكس الإنسان لازم يطالب حقه بشكل سلمي وبشكل صحيح. أنا ما بعرف، هي وجهة نظري. طيب ما ببرر شيء، لأنه الراب، الناس اللي بتتسمع الراب والناس أغلبيتهم أطفال صغار ومراهقين. يعني بمعنى يفهم من حديثك بأنك فعلا تحترم جمهورك، أنا مجبور، وتحترم الذهنية الشرقية في طبعاً التعامل مع اللغة، وتختار بدقة وبحرص وبحذر كلمات الأغنية قدر الإمكان. قدر الإمكان. هلا جل ما لا يخطأ. كيف ممكن يعني؟ بكرة تشوف لي غنية عم بقول كلمة تكون مثلا يعني أنا عم بحاول قدر الإمكان إني أسيطر على حالي، لأنه لما عم بجي بكتب قصيدة هلا في عندي كذا عقلية. العقلية اللي بتكتب قصيدة هي عقلية حرة، بتكتب كل شيء، بس بتجي بعدين الشخص اللي بيجي بيعمل لي كنترول، هو نفسه أنا بعمل كنترول إنه في شيء بذيء، لأنه أنا كتبته بكل حرية، فبجي بنقي لا هاي الكلمة مو حلوة، لا ما بيصير هي أقولها، بدي أغير هذا الشيء، لا هون في شيء أحلى، لا هي الكلمة ما بتتناسب. فالواحد قدر الإمكان يقدم شيء نظيف. وبتاخذ بنفس الوقت يعني خليني أقول التابوهات الشرقية في اللغة بعين الاعتبار، مثلا يعني تابوهات في مجتمعاتنا خليني أقول يعني الكردية أو العربية أو قدر الإمكان، قدر الإمكان، لأنه هذا واجب. الفن هي رسالة، رسالة وحمل كتير عبء. طيب لأنه أنا إذا اليوم عملت شيء غلط ممكن أتحاسب عليه مدى الحياة. كان عندي غنية ما راح أقول اسمها أول ما بلشت بالراب، قلت كلمة ما فيني أقولها، هي شتيمة يعني والله يعني هي كنت عم بغني بدي يعني أعمل لها تلميح. كنت عم بغني إنه أنا انطردت من البيت وأبوي قلعني وخلص ما عاد أجي على البيت، بس كان في كلمة بينها إنه أبوي هيك اللي بس من الغني يعني كلمة عادية بصراحة. فقعدت مرة مع فنان، شخص كتير محترم، قال لي حاول قدر الإمكان ما تستعمل هيك مصطلحات. طبعا بوجه له تحية كتير كبيرة. فقلت له أنا بوعدك ما عاد استعمل هيك كلمات، جل من لا يخطأ، بس أنا عم بحاول قدر الإمكان إني أسيطر على حالي، إني ما أعالج الخطأ بالخطأ، وقدر الإمكان إني أحاول أقدم شيء يكون نظيف ويكون كتير كويس ويخدم مصلحة الفن الكردي وبشكل عام يعني كل الأذواق. طيب. قلت ملاحظة كتير مهمة راح يعني كتعقيبا عليها، قلت إنه بالراب الأمريكي أو الثقافات الغربية عندهم هالثقافة بالأصل،
هن عندهم الشتم والقذف والسب بشكل عام ما عندهم حدود فيها. عندهم طبعا عندهم يعني عندهم كمان انضباط وقواعد اكيد، بس بشكل عام هن فيك تقول ان الحريه عندهم مو مثل اللي عندنا، يعني العقليه بتختلف استاذ. هن في يعني فيهم يحكوا كل شيء. هي المفارقه، يعني هناك راب تركي الان مثلا في المانيا واوروبا، يعني هناك من يغني الراب من الاتراك، هناك من يغني الراب من العرب ايضا، هناك راب عربي ايضا موجود في اوروبا، وهناك طبعا. راب كردي يعني طبعا. من خلالك مثلا انت كاحد نجوم هذا اللون، يعني هؤلاء هم شرقيون، وبالتالي يستخدمون كلمات وشتائم يعني في كلماتهم في الوقت الذي ثقافتهم تمنعهم عن ذلك، أو بالأحرى في الوقت الذي لا تسمح لهم بلدانهم وسلطاتهم بنشر مثل هذه الأغاني. وبالتالي البعض يعني يتهم هؤلاء بأنهم يتطاولون بمعنى أو يخرجون من جلدهم بمعنى، يعني أنت المظالم في بلدك، خذ تركيا مثلا، مغني راب تركي بلده مليئة بالمظالم والانتهاكات، يأتي هنا يشتم السلطات الألمانية، ما هيك؟ يعني كيف ذلك يعني وهو بنفس الوقت لا يخالف ما يجري في بلاده مثلا؟ هل هذه ازدواجية أو شيء من النفاق طبعا يعني؟ طبعا نفاق طبعا. استاذ كل واحد مسؤول عن حاله، ومو كل فنان اجى غنى او سمى حاله رابر هو رابر. في يعني في فنانين راب مع الأنظمة الديكتاتورية، في كتير فنانين حتى فيني أقول أسمائهم كمان بيغنوا وهن مع الأنظمة الديكتاتورية ويهتفون باسم الديكتاتور. يعني كل واحد مسؤول عن حاله. هلا أغنية الراب إنه وجدت في أو يعني بدأت في الولايات المتحدة طبعا انطلاقا من أوضاع مأساوية للأقليات المهاجرة، وبالتالي الراب وظيفته هو التمرد الثورة، وهنالك أشخاص استغلوا هذا النمط وظفوها بشكل آخر، بشكل طبعاً. معكوس يعني. طبعا. طيب أنا سألتك قبل الحلقة إنه من أي عام بدأت بالراب؟ قلت لي لم تذكر، يعني ما بعرف، فاجأتني الإجابة يعني. أنا أول ما بلشت بالراب ما بعرف إمتى غنيت بالراب، كنت صغير، فبالمدرسة صف خامس سادس سابع، فبالمدرسة كان في عنا حصة اسمها موسيقى. بهي حصة الموسيقى أستاذ ما كان في عنا أدوات مواد أو آلات موسيقية أو أستاذ يكون يعني له خبرة مثلا بيفهم بشيء. فكان في آنسة بتجي بتقعد وكل واحد بيمارس هوايته. الرسام بيرسم، اللي بيحب يرسم مثلا على الحيط، اللي بيعمل شيء كذا النحت أو هيك شيء. أنا كنت بغني، فكان دائما بعلي، يعني كنت عم بعلي ايدي لانست لي يلا تعال بدك تغني؟ قال لا ايه بدي اغني، فبطلع وبغني. بغني راب وانا ما بعرف شو هو راب. طيب بتذكر هيك شوي بعض الكلمات؟ لا كنت كثير صغير، بحكي عن الاطفال انه هذا ضربني وليش هذا هيك، وانستنا اليوم اجت على المدرسه وانا كثير مبسوط اليوم، وعم بحكي هيك كله حكي ورا بعض فري ستايل. يعني هذا هو الراب قبل أن تعرف الراب بمعنى يعني. بس أنا كيف شفته لما كنت صغير، وأتوقع تتذكر بسوريا كان في عنا ساتلايت، كان في عنا دائما هيك سيبة كبيرة كنا نوجهها لتركيا، بتطلع لنا قنوات تركية، كنا نوجهها يعني للشرق للغرب. فكان في منطقة محددة كل ما أوجه السيبة عليها بتطلع لنا قنوات هي إيطالية فرنسية، ودائما بيطالعوا أغاني راب وهيب هوب، وأنا أتسمع ما بعرف شو هو الراب والهيب هوب، وأنا أتسمع وأنبسط أقول شو هاد. فأصير إنه أعمل مثلهم، أقلدهم وأغني بس بكلمات كردية، يعني هيك كلمات مشكل، يعني هيك أغني أنا هون وأنت وين. حبيت هالشيء بدون ما أعرف شو هو، وكبر معي وكبر معي وكبر معي لبين ما تابعت الموضوع وحبيت هالشيء وتعلقت فيه. وغنيت بالجامعة كتير، عملت حفلات بالجامعة، طلاب جامعة كانوا عم بياخذوني نعمل حفلات وأغني، ونجيب بافلات وأغني بحلب. إيه بحلب. فتعلقت بالراب، صرت أعشق الراب. طبعا كان من بداية كتير صعبة أستاذ، كتير صعبة.
انت قبل ما تطلع من سوريا انت ظهرت كمغني راب مثلا طبعاً. في الحفلات الجامعيه او غيرها مثلا، يعني شاركت في حفلات مثلا؟ بسوريا اشتهرت بأغنية آزادي، ألبوم بانكن آزادي، الألبوم يلي خلى تقريبا كل الأكراد يعرفوني. طيب استاذ شريف، خلينا نسمع هيك يعني ثواني، ولو ثواني، من هذا الكليب اللي عملته انت بعدين، كليب اغنيه ازادي وتعني الحريه يعني. الحرية. نشوف نتابع هيك مع المشاهدين لحظات ومن ثم نعود لاستكمال الحوار. بانكن آزادي. بری هر تشتی لجمع دست ببو چار پارچه کردستانی دنگی ما بلابو خوزیه ما هیویه ما ارمانجه ما گلک بون جگلک آرسترانی ما ستاینه ما بعبون خمد ناری کرو ام جوانی کردن مهاتن و هونه برادن بکرده امش دفا شاری خوش دف جزارو کتیا خبر نادن هي ولم كردن. طبعا هذا الكليب بانكن آزادي. سألتني سؤال، طبعا سؤال كتير حلو، انه امتى نزلت هالالبوم؟ قصة هذا الالبوم قصة كتير غريبة وعجيبة. اوكي. هالالبوم عملت هذا الالبوم بعدها ب4 سنين اشتهر. ليش؟ كيف؟ غريب. الالبوم عملته عندنا بسوريا ما كان في شيء اسمه حقوق الطبع والنشر. شركات عادية استوديوهات صغيرة تجي بتنسخ السي دي وبتطبعه وبتبيعه. فأنا هذا السي دي أنا ما نشرته، عملت الألبوم وعفته عندي. كموني أعطيت السي دي كوبي لكذا واحد رفقاتي، منصتك يعني. فأجي أتفاجأ إنه الألبوم انتشر الألبوم، بس ما انتشر بشكل قوي، والألبوم ما أخذ حقه. الألبوم كان ب 2011. هذا الألبوم 2011، ولكن إمتى انشهر؟ ببداية 2013 انشهر الألبوم. هذا يعني انتشر الألبوم بعد ما أنت رفعت الفيتو عنه بمعنى يعني. الألبوم عملته ب 2011 وبعدها بسنتين نزل على السوق. يعني بسنتين نزل على السوق وكمان ما حدا شاف. يعني 2013 انشهر بس بسوريا، بس بمناطقنا، ولكن تقريبا ب 2015 2016 انتشر بكامل أنحاء العالم، تركيا، عراق، أوروبا، وين ما أروح أجي الناس تسمع على بانكن آزادي. أنا لحد ما أنا انصدمت. ليش؟ يعني ما عرفت السبب مثلا؟ ما كان في عنا وسائل التواصل الاجتماعي بهالقوة، ما كان في عنا، ما كنت بعرف، حتى أنه أنا ما كنت بعرف أنه هالألبوم اكتسح الدنيا كلها، أنه الألبوم هيك انشهر، ما بعرف. بعد 2011 ب4 سنين تقريبا، يعني ب4 سنين تقريبا 3 4 أو 5، كرمال ما أكون يعني الأعوام، كرمال أكون هيك دقيق، الألبوم اشتهر. فلهيك، وعلى فكرة هذا مو أول غنية عملته، يعني مو أول ألبوم. قبل هذا الألبوم عملت كتير أغاني سينجل، في عندي كتير أغاني، بس هذا الأكثر، بس كان هذا الألبوم الاحترافي حقق نجاح. إيه، يعني هذا الألبوم عملته بأسلوب بروفيشنال، وهو أول ألبوم احترافي لك يعني. طبعا إيه، هذا أول ألبوم احترافي، ولكن قبله أنا مغني كتير. طيب، هاي أغنية بانكن آزادي، يعني شو الفكرة منها؟ يعني بالنسبة للمشاهد العربي ربما قد فكرة وهيك ترجمة شوي المقطع الأول. حلو. شو الموضوع يعني؟ شو المحور يعني؟ بقول لهم شيلوا من هون، اجينا نحن الشباب لنقول لكم الحرية. بكل أنحاء العالم رح نقول حرية. كل الشباب تعوا نادوا واهتفوا للحرية، لأنه هذا حقنا الحرية، ورح نهتف حرية حرية. آزادي اللي هو بانكن آزادي اللي هو بالعربي حرية. طيب أستاذ شريف، يعني في هذا الكليب اللي شفناه قبل شوي، وفي كليبات أخرى أيضا، يعني سواء لك أنت كمغني الراب أو لغيرك من مغني الراب، هناك يعني دائما استعمال لافت وغرائبي لاختيار لوكيشنات التصوير. يعني هناك كتابات عريضة أحيانا غير مفهومة، رمزية،
هناك أحيانا أماكن مهجورة خربانة يعني. صح. شو معنى ذلك يعني في سياق الراب وأغنية الراب ولون الراب يعني؟ حلو. ليش عم تختاروا هيك أماكن في المقابل؟ طب بتعرف يعني إنه الأغنية التقليدية بتختار أماكن لوكيشنات حلوة وديكور وكذا إلى آخره. أنتم اختلفتم، خرجتم عن هذا السياق. أكيد كل شيء راح يكون مختلف. مو معقول الغنية كمان تكون شيء عادي أو تمر مرور الكرام. ملاحظة كثير مهمة كرمال ما نحسب عليها بالمستقبل يعني. النمط باكن أزادي هو مش راب، هو ريجيتون، ستايل جديد مقتبس من الراب والهيب هوب، جاز، هيب هوب، راب، تراب، وفي ريجيتون، في تراب، في ريجي، في كتير أقسام. فهذا هذا الستايل اسمه ريجيتون، وأنا عم بغني بالريجيتون يعني. أنا اشتهرت بالريجيتون بالأساس، وبعدين يعني في بألبوم أزادي كان فيه راب، كان فيه بوب، كان فيه كتير ستايلات. اللوكيشن حاولت أعمل شيء يكون مختلف. فأنا كشخصيتي بحب الأماكن المهجورة، بحب الأماكن الخربانة، شيء إنه يكون ملفت للنظر. كطبيعتي بحب هيك شغلات. وعلى فكرة أنا كل كليباتي الديكور والسيناريو أنا عم بشتغل فيهم، لأنه هذا بالأساس كان شغلي يعني، هذا كان هوايتي. في كتير كليبات أنا عملت لهم إخراج، كتير كليبات لفنانين الديكور والسيناريو أنا مشتغل فيهم. بحب هذا الشيء يعني، هي كنوع من الهواية وحب وشغف بهالمهنة. حبيت أعمل شيء يكون مو يعني ما يشبه الستايلات الثانية يعني. فبشكل عام الراب والهيب هوب، كل أغاني الراب والهيب هوب كمان بتعتمد على هذا الأسلوب، مو بس أنا. يعني هناك ربما تفسير آخر يعني إضافة لما تفضلت به، بأن الراب الذي خرج وانتشر من الولايات المتحدة خرج من أحياء المهاجرين التي تتسم بأنها أماكن مهجورة، أماكن خربانة، أماكن تحتاج إلى إصلاحات وتصليحات يعني كما يقال. لكن أنت شريف أومري، الكلمات من يكتبها لك؟ هل أنت تكتب الكلمات والألحان والموسيقى؟ من الناحية التقنية لبين ما تبدأ أغنية الراب من الولادة حتى الخروج إلى الجمهور. سؤال كثير حلو. أنا عم بكتب 90% الكلمات تبعي، 90%. في عندي شباب رفقاتي اللي هن أساتذة باللغة الكردية، وفي عندي شباب بيفهموا بالقواعد اللغة العربية بيساعدوني مرات، وفي كمان شعراء ساعدوني. برأيي الرابر هو لازم يكتب كلماته. أيوة. ما بيصير تجي تاخذ كلمات من حدا وتغني يعني، تماما ما بيضل نكهة. موضوع الموسيقى موضوع كتير معقد. أنا عندي استوديو خاص فيني. تعبت كتير لحد ما تعلمت الموسيقى، وراح أوجه تحية إلى أستاذي ولأخي ولصديقي الأستاذ المايسترو فراس حسيني. هو اللي دربني، هو اللي علمني على الموسيقى وساعدني يعني. أنا كنت بقامش لو كنت شخص ضايع، ما كنت أفهم شو معنات الموسيقى، كان في فقر، كان هو ساعدني كتير وعلمني أسلوب التسجيل وكيف أسجل وكيف أشتغل. وأنا حاليا عم بعمل كل الأغاني تبعي. طبعا في مساعدات، وهذا شيء مو غلط، من ناحية الهندسة الصوتية، من ناحية الميكس والماسترينج، من ناحية التصوير، كمان من ناحية الشعر. الإنسان لازم ينوع بالكلمات، لازم ينوع بالموزيك. فعم بحاول قدر الإمكان أني أعتمد 50% على حالي، وال50 الثاني بعتمد فيه على الآخرين، لأنه هذا الشيء كتير مهم. أنت تغني باللغتين الكردية والعربية في أغانيك الراب، وتمزجها أحيانا بلغات أخرى كالألمانية والإسبانية والتركية وغير ذلك. لكن يعني كيف ترد على ما يؤخذ عليك أو يأخذ عليك البعض على الأقل بأن شريف أومري في أغانيه باللغة الكردية لديه موضوعات قومية وإنسانية، لكن في أغانيه العربية لديه يعني تطغى عليها أو يطغى عليها اللون العاطفي مثلا؟ لماذا؟ وأنت شو ردك يعني على مثل هذه الملاحظة؟ سؤال كتير حلو. هلا أول شيء بدي أحكي عن موضوع، في كتير ناس عم بيسألوني أو عم بيقولوا لي ليش عم تغني عربي حتى؟
ليش ما عم تغني بس كردي؟ أنا لما كنت بسوريا وألبوم بانكن أزادي كان فيه غنيتين عربي ضايعين بها الدنيا، وغنية راب دويتو يا حيف. يعني أنا من أول ألبوم إلي وعندي أغاني وعم بغني باللغة العربية. جيت على أوروبا انصدمت إنه الناس عم تتسمع على شيء مختلف 180 درجة للشيء الناس اللي كانوا عم يتسمعوا بالوطن. فحاولت أعمل أبديت، وهذا الشيء مو غلط. لا يوجد شيء صالح لكل زمان ومكان، والإنسان لازم كل فترة وفترة يعمل لحاله أبديت. هذا الأبديت لازم يكون شيء بوزيتيف مو نيجاتيف، وأنا بعرف هذا الشيء. عملت أبديت وقلت خلاص بدي أعمل شيء جديد، بدي أعمل حركة جديدة. راب أوكي، عم بغني بالراب، عم بغني بأسلوبي القديم، خلاص كل شيء تمام، أوكي بدي أعمل شيء جديد. فحاولت أمزج، أعمل أغاني زوماليت، يعني أغاني تكون صيفية، أغاني حلوة، يعني أغاني فرفشة. فعملت شيء مثلا البنت الكردية، البنت السورية، في عندي اسمها البنت الكردية، البنت السورية، هي الغنية اسمها هيك. فعملت هاي الغنية وعملت ضجة يعني. أوه ماما ميا محلى هالصبية، أوه ماما ميا دخيل البنت السورية، أوه ماما ميا هي مثل الحورية، أوه ماما ميا شو حلوة البنت الكردية. فغنيت هيك شيء ستايل عاطفي، مو غلط. الإنسان لازم كل فترة وفترة يعمل شيء جديد. تمام. فأنا بحس هذا الشيء إنجاز إلي. وبالعكس لو تشوف باليوتيوب الأرقام والمشاهدات، الناس يلي شافوها أكبر من مشاهدات الأغاني تبعي اللي كنت يعني قبل عم غنيهم. بس أنا ما تركت ستايلي القديم، عم غني ستايلي القديم وعم غني ستايلي الجديد، يعني الاتجاهين عم بمشي فيهم. إذا مواضيعك مختلفة باختلاف اللغة أيضا، يعني تغني في العربية مواضيع، وذات المواضيع قد تغنيها في اللغة الكردية. لكن باللغة الكردية شو أكثر المواضيع لمن تغني بالكردي؟ يعني شو أكثر المواضيع الطاغية عندك في أغانيك؟ بشكل عام كل الأغاني تبعي الكردية هي أغاني قومية. الناس بتحبني بهذا الشكل. شريفه يلي بيحكي عن وجع الناس، شريفه يلي بيحكي عن معاناة الشارع، شريفه يلي بيحكي قصص الناس، شريفه الوحيد اللي بيقدر يحكي كل شيء وما يخبي شيء. وأنا ما راح أخذلهم وراح أضل مستمر هيك. وطبعا عندي كمان أغاني عن الحب وأغاني رومانسية كردية، مثلا تمايا البيرة من، وكمان الأغاني اللي قبل الفترة كمان عملتهم فيه كردي وعربي وشوي إسباني شوي إيطالي. مي أمور يارا من دلي من قافاس تدبين مزدفر مجور، مي أمور وردتي زهرتي أحلى من كل الزهور. يعني عم نوع دائما، ما عم خلي شيء يكون ثابت. جميل أنت في حديثك كما في أغانيك الراب شريف عمري. هناك لك أغنية طبعا صدرت في كليب، وأعتقد بأنها يعني حققت انتشار كبير ربما مقارنة بغيرها. أنت تغني على روج آبا على شمال شرقي سوريا. لكن قبل التعليق خلينا نسمع بعض اللحظات أو بعض الثواني من هذه الأغنية، ومن ثم نعود إليك. خلينا نوتعني بالعربية. اضرب يعني تابعنا منها شوي. عن شو عم تحكي وإمتى أطلقت هذه الأغنية؟ يعني هاي الغنية لما كنت بسوريا بظل الأزمة، كان في حرب ومشاكل وتركيا وقصف. فغنية ليخن عملتها فورا، الغنية من كلماتي. وحكيت فيها إنه اضربوا لا تيأسوا، لازم نكون ايد واحدة وما نيأس، لأنه شئنا أم أبينا رح ننتصر. طيب. وكانت هي مضمون الغنية ليخن. طيب.
طيب شريف أومري، لو أنتقل معك إلى مسألة أخرى يعني كانت مثارة في مرحلة من مراحل مسيرتك الفنية في أغنية الراب، تعرضت خلالها للكثير من الانتقادات والتنمر خاصة من أوساط يعني متذوقي وحتى مغني الأغنية التقليدية، من الوسط الفني الذي يدافع بشراسة عن الأغنية التقليدية ويعني لا يتقبل الراب بمعنى كنموذج جديد. يعني ماذا عن هذه المرحلة وأنت شو ردك يعني على مثل هؤلاء؟ أنا عانيت كتير، ما حدا كان عم يتقبلني لا كفنان ولا كرابر. عانيت معاناة كتير كبيرة لدرجة انه يعني في شغلات صارت معي كتير حزينة. بس انا من النوع العنيد، يعني انا قلت خلاص انا فتت بهذا الموضوع راح استمر فيه، انا عندي قناعة بشخصيتي وراح استمر فيه. وخصوصي من الناس اللي كانوا يغنوا بستايل مو نفس ستايلي، او فينا نقول ستايل التقليدي، الاغاني العاديه النمط الغنائي العادي. راح اقول لهم بشكل عادي يعني الحياه ما راح توقف علي ولا على غيري، الحياه راح تستمر. الموسيقى الجديده شئنا ام ابينا راح تجي وراح تفوت. العولمه موجوده، الدنيا صايره مثل قريه صغيره، الحياه تطورت، التكنولوجيا والانترنت غيرت كل شيء. أنا عم شوف مو غلط إنه الواحد يستعمل أنماط جديدة ويفوت موسيقات جديدة وغريبة على الثقافة تبعه، بس بطريقة تليق بقيمه وبعاداته، ويطور فيها أو يغير فيها. بالعكس بحسه شيء كتير كويس وبحسه شيء إيجابي، أحسن ما الواحد يتسمع على أغاني أجنبية وتكون محتواها ما تليق بالمبادئ العامة وما تليق بالقيم والعادات المجتمع. لديك ألبوم حاليا أعتقد تعمل عليه، شو مضمون هذا الألبوم من أغاني جديدة يعني؟ الألبوم الجديد هو ألبوم كوكتيل، كردي، عربي، تركي، ألماني، إيطالي، إسباني. أغاني سماعية، عاطفية، بوب، ريجيتون، ستايل القديم، أغاني قومية. ألبوم كتير حلو، بس أنا ما رح نزله مع بعض، رح نزل كل غنية سينجل وكليب، لأنه للأسف مرحلة الألبومات أتوقع صارت قديمة هالموضة. هلأ كل الفنانين الأغاني الفردية يعني. إيه، هلأ كل الفنانين عم يبلشوا عم ينزلوا غنية وعم يعملوا لها كليب، غنية كليب. هيك يعني بتاخذ مساحة للانتشار أكثر يعني ربما يعني. صح. ومو غلط إنه الواحد ينزل ألبوم كمان. قبل أن ننهي هذا اللقاء معك شريف أومري، يعني هل لديك توجه بإقامة حفلات خاصة لجمهورك الكردي والعربي على أرضه بمعنى، يعني ليس فقط في ألمانيا أو أوروبا يعني؟ طبعا قريبا جدا راح أكون متواجد بروجافا بقامشلو. عندي كتير مفاجآت حلوة. راح زور إقليم كردستان العراق، راح أعمل هوني كمان كذا حفلة، والتواريخ كل الحفلات راح أنشرهم بكل مواقع التواصل الاجتماعي. يعني شكرا لهذا السؤال. كنت حابب كمان أحكي عن هذا الشيء. قريبا جدا راح أكون بروجافا وراح أكون كمان جميل جدا بهذا الشكل. على كل حال أتمنى لك لقاءات مثمرة وجميلة مع جمهورك ومحبيك، سواء كان في إقليم كردستان أو في قامشلو وروجافا. مغني الراب الكردي السوري شريف أومري، شكرا جزيلا لك حبيبي أستاذ. لكم أيضا مشاهدينا الكرام الشكر، كنتم معنا، إلى اللقاء. استنفار روجافية، استنفار دق الطبول الحربي في الميدان. استنفار أعلنا التمرد، أعلنا العصيان. استنفار